في مرة لقيت إني قادر أطير، والطيران هنا مش إني أنط من على حاجة عالية، لأ، الطيران هنا إني كنت ممكن أخرج من البلكونة وأطير في السما وأوصل لأي مكان وأنا طاير. بس في وسط ما أنا طاير حسيت إن ده مش حقيقي، وطلعت فعلا بحلم. أوقات بتبقى شايف إنك تقدر تعمل حاجات خارقة وإن مفيش حد زيك بيعرف يعملها، بس لما بتدور على حد عنده نفس الموهبة بتلاقي إن في ناس كتير بتعمل نفس الحاجة بس أنت ما كنتش تعرفهم. اتعود إنك تكون مميز عن الناس بحاجة، زي مثلا بخفة دمك أو بحبك للخير أو مساعدتك للناس أو تفوقك في الدراسة أو موهبة أنت بتحبها. الحاجات دي هي اللي هتخليك خارق قدام الناس وقدام نفسك. ساعتها هتحس إنك في حاجة مميزة ومختلفة أنت عملتها، والمستحيل أحيانا ممكن يبقى حقيقة فعلا لو أنت صدقت وآمنت بقدراتك. وارضى دايما باللي ربنا كتبهولك، لأنك مش هتعرف تاخد أكتر من اللي ربنا محددهولك في رزقك. فيلمنا النهارده بيتكلم عن كلب كان بيطلع شعاع ليزر من عينيه وصاحب أقوى نبحة، بس في الآخر بيكتشف إن أي كلب بيعمل الحاجات دي وإنه مش مميز، فقرر يتميز بحاجة. تفتكروا تميز بإيه؟ اعمل يا جدع لايك، قولي قول لي الله ينور، ما اشتمني. هو في ايه؟ ما كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه، تبحلق وتبرق بس بحلق وبرق انت داخل على عشان تبقى بحلق وبرق. بيبدأ فيلمنا النهارده بكلب صغير بيبقى بيلعب في محل الحيوانات، وبتشوفه ليلي وبتعجب بيه قوي وبتقرر تاخده وبتسميه فولت. وبعد 5 سنين باباها بيكلمها بيقول لها خلي بالك من نفسك وما تروحيش البيت وما تخافيش، انت مش لوحدك، انت معاكي فولت. وبنلاقي ان باباها حول فولت من كلب عادي لكلب خارق علشان يقدر يحميها، وده عن طريق ان هو لعب في الجينات بتاعته وطورها. وبنشوفها بعد كده وهي واقفه هي وفولت فوق سطح عماره وبتراقب الدكتور كنعان اللي خطف باباها، وبتعرف ان هما بيجهزوا شحنه علشان يبعتوها للدكتور. ولما بتراقب فرد من افراد العصابه وهو خارج من المبنى وبتفضل ماشيه وراه، بتلاقي نفسها ان هي وقعت في فخ هما عاملينه ليها علشان يمسكوها. ولما السواق بيروح بالعربيه عشان يمسكها، فولت بيجري قدامه وبيخبط العربيه بدماغه بيقلبها. وليلي بتاخد فولت وبتهدد السواق ان هي هترميه في البحر لو ما قالهاش على مكان دكتور كنعان، لحد لما بيقول لها على مكانه وانه قاعد في المظلات قريب من ترعه الاسماعيليه. وليلي بتلاقي في طيارات بتجري وراها علشان يمسكوها، وبيجري وراها افراد من العصابه بموتوسيكلات، بس هي بتخلي فولت يشدها بسرعه الصاروخ وبيفضلوا يطاردوهم وهي تهرب منهم لحد لما بيرموا القنبله على شاحنه وهي ماشيه في الطريق. وفولت بيروح يصطاد القنبله قبل ما تنفجر ويفجر طياره من الطيارات اللي بتطاردهم بشعاع الليزر اللي بيطلع من عينيه. ولما بيخلصوا منهم وبيدخلوا على طريق المطار بيلاقوا جيش من العصابه مستنيهم، بس فولت ما بيفرقش معاه الكلام ده، لانه هو مره واحده بس خلى كل الدبابات والطيارات وافراد العصابه يموتوا. وليلي بتاخد فولت بتدخل بيه جوه الشاحنه بتاعتها، وبنكتشف بعدها ان ده لوكيشن تصوير فيلم فولت. والمنتجين والمخرجين قدروا ان هم يخدعوا فولت طول حياته، وعملوا ده بطريقه تخلي فولت نفسه يصدق ان هو عنده قوه خارقه، لدرجه ان بعد ما خلصوا اخر مشهد المخرج قعد يزعق في الفريق اللي شغال معاه ان ظهر مايك في الكادر، وبسبب المايك ده ممكن فولت يكتشف ان ده كله مش حقيقي. وليلي بتسيب فولت في الاوضه بتاعته وبتتكلم مع مدير اعمالها ان هي عايزه تاخد فولت معاها في البيت اجازه يومين، لكن هو بيقول لها ما ينفعش لان هو عايش في العالم بتاعه هنا وما بيرضاش يخليها تاخد فولت معاها البيت. ولما هما بيمشوا والاستوديو بيتقفل بنشوف القطتين بتوع دكتور كنعان اللي بيظهروا معاه في ادوار الشر، وهم رايحين يستفزوا فولت في البيت بتاعه وبيهددوه ان الدكتور كنعان هيخطف ليلي، بس فولت بيقول لهم انه هيقضي عليهم قبل ما يعرفوا يلمسوها. واليوم اللي بعديها وهم بيصوروا بنشوفهم ازاي ان هم ساعدوا فولت في التصوير ومحسسينه انه عنده قوه خارقه. ولما بيدخلوا اوضه التحكم بيكتشف ان ده كمين ودكتور كنعان بيخطف ليلي، بس للاسف بيحصل مشكله ان فريق الانتاج لما خدوه عشان يدخلوه الاوضه بتاعته فولت هرب منهم وراح عشان ينقذ ليلي. ولما جه ينط من الشباك الازاز كان مقفول فاتخبط ووقع في الكرتونه، والكرتونه اتنقلت لمكان تاني. ولما فولت فاق خرج من الكرتونه لقى نفسه في مكان غريب فهرب برضه منه، وبيفضل يدور في المكان على ليلي. وهو بيجري بيبقى عمال يدور عليها راسه بتتزنق في السور الحديد علشان الجورنال جه على وشه خلاه ما يشوفش حاجه. وبيقابلوه شويه حمام بيقولوا له على طريقه علشان يقدر يخرج رقبته بيها من بين الحديد.
ولما بيسالهم عن مكان دكتور كنعان بيقولوا له ان هم ما يعرفوش. فولت بيقول لهم ان هو هيدور على القطه بتاعته، فالحمام بيقول له احنا عارفين القطه اللي انت عاوزها، وبيودوه لقطه اسمها انيسه، قطه شارع بلطجيه بتخلي الحمام هو اللي يجيب لها الاكل. ولما فولت بيمسكها وبيسالها على مكان ليلي بتقول له انا ما اعرفش، وبتكتشف ان الحمام هم اللي بعتوه عندها. لكن فولت ما بيصدقش الكلام اللي هي بتقوله ان هي ما تعرفش حاجه، وبياخدها عشان يهددها ان هو هيموتها لو هي ما اعترفتش عن مكان دكتور كنعان. فهي بتشوف ان السلسله اللي متعلقه في رقبته مكتوب عليها الجيزه، فبتقول له ان هو موجود في الجيزه. بس فولت ما بيرضاش يسيبها وبيقول لها انت هتفضلي معايا لحد ما انقذ ليلي. وبيلاقي عربيه رايحه الجيزه، فبياخد انيسه وبيدخلوا جوه العربيه. وهم في الطريق فولت بيقرر ان هو ينط من العربيه. فولت بيخاف من الفل اللي لونه احمر، وبيفتكر ان الفل ده بيضعف قوته، وده خلى انيسه تستغل ده وتهدده بالفل. بس هو بيضحك عليها وبيسيطر على الوضع تاني. ولما بطنه بتوجعه من الجوع ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، انيسه بتقول له ان احنا لازم ناكل، وبيروحوا يدوروا على اكل، وبتعلمه ازاي يشحت اكل من الناس بطريقه جميله، والناس كلهم بيحبوه وبيدوا له اكل لحد لما بيقابلهم فار اسمه نينو، وبيبقى عارف فولت وعارف قصه ليلي وان القطه عميلة الدكتور كنعان، وبيقرر يساعد فولت ويبقى من ضمن الفريق بتاعه علشان يدوروا على ليلي وينقذوها. وبيروحوا ينطوا على القطر علشان يوصلوا اسرع للجيزه ويلحقوا ينقذوا ليلي من دكتور كنعان. بس للاسف فولت كان هيموت، وانيسه كانت بتحاول تنقذه هي ونينو لحد لما وقعوا من القطر. ولما فولت بيقع يتوجع بسبب الوقعه انيسه بتقول له ان انت مش كلب خارق، انت كلب عادي، وان انت ممثل اصلا، كل اللي انت كنت بتعمله في التلفزيون ده مش حقيقي. فولت ما بيبقاش مصدق ان هو مش خارق، وبيقعد يهوهو عليها علشان تنزل من على الشجره. بس للاسف بتيجي عربيه اللي بتصطاد الحيوانات اللي في الشارع وبتمسكهم هما الاثنين. وليلي لما بتعرف ان فولت ضاع بتقعد تعيط عليه، بس هما في الاستوديو بيضحكوا عليها وبيفهموها ان هما لقوا فولت. بس ليلي بتكتشف بسهوله ان ده مش فولت بسبب طريقه لعبه معاها، ولما بتقول لهم ان ده مش فولت بيهددوها ان لو ما صورتش مش هيدوروا على فولت ومش هيعرفوا يساعدوها تلاقيه. والفار نينو فضل يجري ورا العربيه عشان يخرج فولت، ولما بيوصل للعربيه بيخرج من الكوره اللي هو عايش فيها وبيفتح لفولت باب القفص، وفولت بيخرج منه. بس نينو بيقول له ان هو اللي فتح له الباب، ففولت بيحس ان هو مش كلب خارق وانه كلب عادي. بس نينو بيشجعه وبيقول له لو انت شايف انك مش خارق في الحقيقه خلي قلبك من جواه هو اللي يبقى خارق، صدق نفسك انك بطل، الناس طول عمرهم محتاجين بطل ولازم انت تكون البطل ده. وفولت بيقول له فعلا ليلي محتاجه بطل. وفولت بيقرر ان هو يروح ينقذ انيسه علشان تعرف تساعده يلاقوا ليلي، ويدخل الاوضه بتاعت القطط وبيخرج انيسه من القفص، وبيهربوا هم الثلاثه وبيركبوا شاحنه عشان توصلهم. وانيسه بتقول له عن حياتها وانها كانت عايشه في بيت في وقت من الاوقات، وبتخليه يعمل حاجات يستمتع بيها زي انه بيطلع راسه من شباك العربيه، وان لما حد يحدف له حاجه يروح يجري وراها يلقطها، وانه يلعب مع اي كلب عادي، ويفضلوا يسافروا من مكان لمكان لحد لما بيوصلوا الزمالك. وانيسه بتقول له ايه رايك نفضل عايشين هنا، وبتحاول تقنعه ان ليلي ممثله ومش بتحبك، وان كل ده تمثيل والناس هينسوك مش هيسالوا فيك زي ما حصل معايا. وبتحكي له اللي حصل معاها وبتقول له خلاص سيبني هنا وروح انت دور عليها. وفولت بيسيبها وبيركب عربيه رايحه الجيزه. وتاني يوم الصبح نينو بيسال انيسه هو فولت فين، فبتقول له انه مشي وقال مش عايز حد يروح معاه، فبيقول لها وانا مش هقدر اسيبه لوحده لازم هروح ورا صاحبي. وفولت بيكون وصل الجيزه وبيقابل هناك مجموعه حمام بيكونوا عارفينه وبيقرروا ان هم يساعدوه ويوصلوه للاستوديو. وانيسه ونينو هم كمان بيكونوا وصلوا للاستوديو. وفولت لما بيوصل للاستوديو وبالتحديد العربيه بتاعته بيسمع صوت ليلي وهي بتنده عليه، ولما بيروح يشوفها هي فين بيلاقيها حضنت كلب تاني شبهه، وده بيخليه يتاثر من جواه ويزعل ويخرج بره الاستوديو. وبنشوف المشهد الجديد وهم بيكتفوا ليلي وبيعلقوها بما انها مخطوفه. والمشهد بيبدا بان دكتور كنعان بيهدد ابو ليلي ان هو لو ما قالش على كل الابحاث بتاعته هيموت بنته. لكن ليلي لما بتنده على فولت بيدخل يكسر الباب وبيخاف من الناس اللي واقفه جوه وبيهرب وبيوقع شعلات النار، وبسببه النار بتولع في الاستوديو. وانيسه بتقابل فولت وبتقول له انت ليه ما رحتلهاش؟ قال لها لانها ما بتحبنيش زي ما انت قلتي. قالت له لا هي بتحبك. وفجاه فولت بيسمع صوت ليلي وهي بتستنجد بيه وبيجري يدخل الاستوديو بسرعه. وبيلاقي كمية نار كتيرة وبيوصل لليلي وبتفرح انه رجع لها وبتمسك في حبل وبتقول له خرجنا من هنا يا فولت. وبيفضل يجري بيها لحد لما هي بتتعب وما بتبقاش قادرة تكمل بسبب الدخان الكتير. بس فولت ما بيقدرش ان هو يسيبها ويفضل قاعد معاها، بس بيلاقي ان في فتحة تهوية صوته بيتكرر فيها، فبيقرر ان هو يهوهو بصوت النباح الخارق يمكن حد يسمعهم. وفعلا المطافي بتسمعهم وبتروح تنقذهم. ومامة ليلي بتقرر ان هي مش هتمثل تاني. ولما بيروحوا المستشفى ليلي بتلاقي دكتور
دكتور كنعان وهو جاي يديلها حقنة سم، بس فولت بيلحق يضرب ليزر من عينيه وبيكسر الحقنة، ولما بيجوا يهربوا من المستشفى بيمسكوهم فضائيين بأشعة البلازما وبيخطفوهم. وبنشوف بعد كده فولت ونينو وأنيسة وهم قاعدين بيتفرجوا على الفيلم الجديد في التلفزيون، وليلي بتبقى أخدت فولت ونينو وأنيسة تربيهم معاها في البيت. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص. لو حابب تشجعني ان اعرف اكمل اعمل لايك ومشاركة للفيديو، ولو حابب تعمل اشتراك هفرح جدا بيك، وعاوزك تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المرة الجاية علشان اعملهولك. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكاية جديدة من حكايات قبل النوم. سلام.